واخيرا منتخب مصر بيكسب اول ماتش ليه في كاس العالم بعد انتصاره على نيوزيلندا 3-1. وبالنتيجه دي منتخب مصر اتصدر مجموعته وضمن بنسبه 99% تاهله من دور المجموعات لاول مره في تاريخ مشاركاته في كاس العالم. فبعد شوط اول نقدر نقول سيء شويه لمنتخب مصر، استقبلنا فيه جون من ركنيه في الدقيقه 15 عن طريق سورمان. كنا مخضوضين كده او مش عارفين نتعامل ازاي مع الفرق اللي هي تجيب جون وبعدين تقفل. احنا دايما متعودين ان احنا نلعب فرق بتهاجمنا، فاحنا بنقفل ورا وبنلعب على الهجمات المرتده، بس المره دي احنا اللي كان مطلوب مننا نهاجم ونجيب جون واتنين. ولكن ما بين الشوطين واضح ان كابتن حسام حسن ظبط اللعيبه ونزلوا الشوط الثاني جابوا 3 اجوان. اولهم كان عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقه 58 من عرضيه جميله جدا من محمد هاني، وبعد كده الكينج محمد صلاح في الدقيقه 67 سجل هدف جميل جدا عشان تبقى النتيجه 2-1 لمصر. واخيرا في الدقيقه 82 ومن ركنيه فكرتها ذكيه جدا محمد صلاح يلعب عرضيه لتريزيجيه ويحطها بدماغه عشان ينتهي الماتش بنتيجه 3-1 لمنتخب مصر. والحقيقه كل لعيبه مصر باستثناء مصطفى شوبير لعبوا شوط اول سيء، بس الشوط الثاني كلهم مستواهم متحسن. ونبدا من مصطفى شوبير اللي عمل كذا تصدي بالذات في الشوط الاول، كان ممكن نخرج الشوط الاول ده اصلا خسرانين 2-3، بس بفضل تصدياته قدرنا نخرج ب1-0 بس في الشوط الاول وما نخرجش بفضيحه. اما في الشوط الثاني فتألق جدا بالذات بعد ما سجلنا الجون الثالث. ساعتها نيوزيلندا بدأوا يهاجموا وبدأوا يعملوا فرص واحنا كنا بندافع. ونيجي لمحمد هاني واللي الشوط الاول ما كانش احسن حاجه خالص، خاصه على الجوانب الدفاعيه ما كانش موجود تقريبا، بس في الشوط الثاني خاصه كمان لما بقينا بنهاجم بقى موجود جدا هجوميا، وكمان عمل عرضيه حلوه جدا لمصطفى زيكو واللي ساهمت في الجون الاول والتعادل لمنتخب مصر. اما عن قلبين الدفاع فكانوا ياسر ابراهيم وحمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي اتصاب في الشوط الاول واتبدل برامي ربيعه، طبعا نتمنى له السلامه ويرجع لنا على خير ويعني اصابته ما تطولش. رامي ربيعه لما نزل فرق جدا خاصه بالطلوع بالكوره، كمان عنده شخصيه قياده حلوه قوي، وكمان كان بيلعب باتنين ارتكاز مروان عطيه ومهند لاشين، والاثنين برده الشوط الاول ما كانوش كويسين، بس في الشوط الثاني ادائهم اتغير وبداوا يحسنوا من بساطهم اكتر، دقه بساطهم زادت وكمان استخلاصهم بالكوره بقى احسن واسرع. ونروح الثلاثه اللي قدامهم واللي كانوا صلاح وامام عاشور وزيكو. طبعا محمد صلاح لعب الشوط الاول برده ما كانش احسن حاجه، كان متردد كده في قراراته اللي بياخدها، بس في الشوط الثاني هو حسن جدا وقدر يسجل جون التقدم والريمونتادا لمنتخب مصر في الدقيقه 67 عشان تبقى النتيجه 2-1، وكمان عمل اسيست جميل جدا لتريزيجيه من ركنيه في الدقيقه 82 عشان يحسم ويأمن تقدم منتخب مصر. وهي دي خطورة محمد صلاح، ان هو لو حتى وحش طول الماتش يقدر في لحظة واحدة بس يغير لك النتيجة كلها لصالحك. ونروح لمصطفى زيكو اللي قدر يرجع منتخب مصر تاني في اللقاء بتسجيله برأسية جميلة جدا في الدقيقة 58 عشان تبقى النتيجة 1-1. ومش بس كده، عمل اسيست جميل جدا لمحمد صلاح بالكعب في الجون التاني. وحقيقي مصطفى زيكو اثبت ان هو عنده شخصيه قويه وانه كان جدير بالثقه اللي اداها له كابتن حسام حسن. ونروح لمرموش اللي نقدر نقول ان هو مظلوم في مركز المهاجم، بالذات في الماتشات اللي احنا بنلاعب فرق بندافع. في الماتشات اللي بنلاعب فرق بنهاجم احنا بنلعب على الكور المرتده، ودي مرموش عادي يلعب فيها مهاجم بس في الفرق اللي بتدافع واللي احنا بنكون بنهاجم في الماتشات دي يلعب احسن على الجناح الشمال. وزي ما شفنا في الشوط الثاني فرق جدا مستواه لما اتنقل على الناحيه الشمال. وطبعا ما نقدرش ننسى دور العميد في الفوز التاريخي ده. ففي الشوط الاول كنا بنشوف امام عاشور على الناحيه الشمال ومصطفى زيكو على الناحيه اليمين ومحمد صلاح في العمق ومرموش مهاجم، بس في الشوط الثاني غير التركيبه دي خالص، رجع محمد صلاح على ناحيته الناحيه اليمين وبعدين مصطفى زيكو بقى مهاجم، امام عاشور بقى تحت المهاجم ومرموش بقى جناح شمال. فلازم نرفع القبعة للعميد هو وكل الجهاز الفني اللي شرفونا وطلعوا منتخب مصر بالأداء المشرف ده. ولو جينا للتبديلات فكابتن حسام حسن عمل 6 تبديلات. طبعا التبديل السادس ده كان في الدقيقة الأخيرة لما خرج حسام عبد المجيد ونزل محمد عبد المنعم، وده طبعا استثناء من الفيفا عشان اللعيبة اللي عندهم اشتباه بارتجاج في المخ بيقدروا يطلعوا حتى لو تبديلات الفريق بتاعهم خلصت. اولى التبديلات زي ما قلنا كانت في الدقيقة 41 لما خرج حمدي فتحي ونزل رامي ربيعة، وده كان تبديل اضطراري. بعد كده عمل تبديلتين في الدقيقة 76 بعد ما كنا اتقدمنا وكانت النتيجة 2-1 بنزول تريزيجيه مكان مرموش ونزول حمزة عبد الكريم مكان مصطفى زيكو. وطبعا تبديل تريزيجيه دي فرقت جدا لانه هو اللي جاب الثالث لمنتخب مصر وحسم الفوز. وطبعا حمزة لما نزل عمل اداء كويس وعمل كرة خطيرة بدماغه، وان شاء الله يبقى ليه تاريخ كبير مع منتخب مصر وكمان برشلونة.
وبعد كده عمل تبديلتين في الدقيقة 85 بنزول زيزو مكان إمام عاشور ونزول حسام عبد المجيد مكان محمد صلاح. ماشي، تبديلة حسام عبد المجيد دي تمام، عايزين ندافع ومحمد صلاح عمل كل حاجة في الماتش فكان طبيعي ان هو يخرج ما فيهاش مشاكل. بس تبديلة زيزو الصراحة انا ما فهمتهاش، زيزو الصراحة مش شايف ان هو ينفع ينزل، كنت شايف حد زي مثلا هيثم حسن هو الأحق ان هو ينزل، واعتقد كان هيعمل اداء احسن من اللي زيزو عمله. وطبعا نتمنى السلامة لحسام عبد المجيد اللي اتعرض لإصابة في العين، ان شاء الله اصابته دي ما تطولش ويلحقنا في الماتشات الجاية. ولو جينا للحكم فالحكم كان الاماراتي عمر العلي، والصراحه قراراته ما كانتش في صالحنا خالص. الجون الاول اللي جابوه نيوزيلندا كان من ركنيه، الركنيه دي قبلها كان فاول واضح لياسر ابراهيم وكان ممكن كمان يبقى فيها انذار وليه لا طرد، بس الحكم كانه شاهد ما شافش حاجه ومشى اللعب عادي ونتجت عن جون لمنتخب نيوزيلندا. الصراحه شايف ان الحكم ظلم منتخب مصر في الماتش ده. وبس كده، ده كان كلامنا عن ماتش مصر ونيوزيلندا، واستنونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم حلقاتنا اول باول. وكان معاكم عمار احمد عمار، وسلام.